كاين واحد الحقيقة مرة، ولكن خاصك تسمعها دابا قبل ما يفوت الفوت. كاين شباب عندهم 18 20 حتى 25 عام، ولكن مستقبلهم بدا كيضيع وهما باقيين ما فاهمين شنو واقع ليهم. كيضحكوا، كيخرجوا، كيقلبوا على المتعة اللحظية، ولكن من الداخل حياتهم واقفة، الأحلام ديالهم ناعسة، والطموح ولا غير كلمة كيسمعوها وما كيعرفوش المعنى ديالها. المشكل الكبير ماشي في الفقر وماشي في قلة الفرص، المشكل الحقيقي هو أخطاء صغار كيديرهم كل نهار كيبان ليهم عاديين، ولكن في الحقيقة هما اللي كيهدموا المستقبل ديالهم. اليوم غادي نهضر معاك بصراحة، بلا مجاملة وبلا نفاق. إلا لقيتي راسك في شي خطأ من هادو، راه مازال ما فات والو، ولكن خاصك تفيق دابا ماشي غدا. وقبل ما نكمل، كتب لينا في الكومونتير واش حاس براسك واقع في شي خطأ من هادو ولا مازال محافظ على طريقك، وخلي لايك باش يوصل هذا الكلام لأي شاب محتاج يسمعه اليوم. وما تنساش دير ابوني للقناة، حيت المحتوى الجاي غادي يبدل طريقة التفكير كاملة. الخطأ الأول تضييع الوقت في السوشيال ميديا. أكبر وهم كيعيشوا فيه بزاف ديال الشباب هو أنهم مرتاحين، كيقولوا كنرتاح غير شوية في الهاتف، ولكن داك شوية كتولي ساعات، والساعات كتولي أيام، والأيام كتولي سنوات. كتفيق الصباح أول حاجة كدير هي الهاتف، كتدخل تيك توك، انستغرام، لي ريلز، كتضحك، المهم كتسلى. ولكن فاش كتسد الهاتف كتلقى راسك ما درتي حتى حاجه اللي تقربك للمستقبل ديالك. الوقت اللي كتضيع اليوم غادي تبكي عليه غدا، حيت الناس اللي في عمرك كيتعلموا مهارات، كيبنيو مشاريع وكيطوروا في راسهم، وانت باقي كتفرج في حياة اخرين وناسي حياتك انت. راه اخطر سرقه في هاد الدنيا هي سرقه الوقت بلا ما تحس. قول لي بصراحه في كومونتير شحال كتضيع من ساعه في الهاتف كل نهار. الخطأ الثاني الصحبة الخايبة. الصحاب يا إما كيطلعوك يا إما كيهبطوك، والمشكل أن بزاف ديال الشباب كيختاروا الصحبة على حساب الضحك ماشي على حساب الطموح. إلا كانوا صحاب كاملين كيضيعوا الوقت، كيحتقروا القراية، كيضحكوا على الطموح وكيقولوا عيش غير حياتك، راه غادي تولي بحالهم بلا ما تحس. حيت الإنسان كيولي نسخة من المحيط ديالو. الصحاب الحقيقيين ماشي اللي يضحكوا معاك، الصحاب الحقيقيين هما اللي يدفعوك تكون حسن ويشجعوك تخدم على راسك. الا كانوا صحابك ضايعين راه مستقبلك ضايع حتى هو. الا ما فقتيش دابا كتب لينا في الكومونتير، صحابك كيشجعوك تنجح ولا كيبعدوك على النجاح؟ الخطأ الثالث هو انك ما كتعلم حتى مهارة. العالم تبدل وما بقاش النجاح كيجي غير بالشهادة. اليوم اللي عنده مهارة عنده قيمة، واللي ما عندوش مهارة ما عنده والو. بزاف ديال الشباب كيضيعوا سنوات ديال حياتهم لا لغة تعلموها، لا حرفة، لا مهارة رقمية، ولا حتى تجربة بسيطة. كيقولوا مازال صغير، مازال الوقت، ولكن في الحقيقة الوقت كيدوز والسوق ما كيرحمش. نهار غادي تحتاج تخدم غادي تسول راسك شنو نقدر ندير، وإلا ما لقيتي حتى جواب غادي تحس بواحد الصدمة اللي قاسحة بزاف. تعلم مهارة وحدة اليوم أحسن من 1000 عذر غدا. قول لي شنو المهارة اللي ناوي تبدا فيها من اليوم؟ الخطأ الرابع انتظار الفرص بلا ما تخدم. كاينين شباب كيتسناو شي معجزة توقع ليهم، كيتسناو وظيفة تجي لعندهم، أو شي واحد يعاونهم، أو الحظ يضرب مرة واحدة ويبدل حياتهم. ولكن في الحقيقة اللي خاصك تعرف، الفرص ما كتجيش لعندك وانت ناعس، فرص كتجي غير اللي واجد ليها. الا كنتي ما خدامش على راسك، ما كتتعلمش، ما كتجربش وما كتغامرش، حتى الا جات فرصه قدامك غادي تضيعها حيت ما واجدش ليها. ما قريت شي كلمه ديال الضياعه كنتفكر غير ركله الجزاء فينال ديال المغرب والسنغال، حق الله ما قدرنا ننسى. المهم نكملوا في موضوعنا. الناجحين ماشي محظوظين، الناجحين هما اللي خدموا بصمت حتى ولات عندهم قيمه. دير لايك الا كنتي متفق ان الفرص كتخلقها الخدمه ماشي الحظ، وبارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي مازال كيتسنى الفرصة تجي حتى لعنده. الخطأ الخامس هو أنك تقارن راسك بالآخرين. كتدخل السوشيال ميديا كتشوف واحد ناجح، واحد شرا طوموبيل، واحد سافر، واحد ولا مشهور، وكتحس براسك متأخر، ضعيف، وما داير حتى حاجة. ولكن اللي ما كتشوفوش هو المعاناة ديالهم.
السنين ديال الخدمة، السقوط، التعب والليالي اللي ما نعسوش فيها. كتشوف النتيجة وما كتشوفش الرحلة. المقارنة كتقتل الطموح، حيت كتخليك تحس بأنك ما قادرش توقف بل ما تبدا أصلا. خدم على راسك وما تقارنش راسك بحتى واحد، قارن غير بينك اليوم وبينك البارح. الخطأ السادس وهو الخوف من الفشل. كاين حلم في بالك ولكن كتقول إلا فشلت، إلا ما نجحتش، شنو غادي يقولوا الناس؟ وهذا الخوف كيدير حيط بينك وبين أي محاولة. كتبقى غير كتفكر ما كتجربش. ولكن خاصك تعرف واحد الحاجة مهمة، الفشل ماشي نهاية، الفشل هو درس. الوحيد اللي ما كيفشلش هو اللي ما كيدير والو. غادي تفشل ممكن، ولكن غادي تتعلم، تكبر وتقوى. اما الا بقيتي خايف غادي تبقى واقف بلاصتك حتى يدوز العمر. الا عندك حلم وخايف تبدا فيه، كتب في كومونتير نبداه اليوم وخليه يكون وعد مع راسك. الخطأ السابع وهو اللي ما عندوش هدف في الحياة. أخطر حاجة ممكن يعيشها الإنسان هي يعيش بلا هدف. كيفيق الصباح بلا سبب، يعيش نهاره بلا خطة، وكيخلي الأيام تدوز كيف ما جاو. الهدف هو اللي كيعطي المعنى للتعب، الجهد والصبر. إلا ما كانش عندك هدف، أي طريق غادي يضيعك، أي حاجة غادي تبان لك صعيبة، حيت ما عارفش علاش خاصك تصبر عليها. جلس مع راسك وسول فين بغيت نوصل بعد 5 سنين، شنو الحياة اللي باغي نعيش، وشنو خاصني ندير من اليوم باش نوصل ليها. اسمع مزيان، المستقبل ما كيتبناش في نهار واحد، كيتبنى بقرارات صغار كديرهم كل نهار. نهار تضيع ساعة، نهار تتكاسل، نهار تأجل، راك كتكتب مصيرك بيديك. إلا فقتي دابا وبديتي تبدل العادات الصغيرة ديالك، راه تقدر تبدل حياتك كاملة في سنين قليلة. ولكن إلا بقيتي تقول مازال الوقت، غادي يجي نهار تقول علاش ما بديتش بكري. فيق دابا، خدم على راسك دابا، وخلي مستقبلك يشكرك ماشي يلومك. إلا وصلتي لهنا دير واحد الحاجة صغيرة ولكن غتعاوني بزاف. دير لايك وبارطاجي الفيديو مع صاحبك يمكن يكون محتاج يسمع هذا الكلام اليوم. وما تنساش اهم حاجة، دير ابوني للقناة، حيت كل فيديو جاي غادي يكون خطوة تقربك من النجاح ديالك ان شاء الله.